يا برج الدلو، عايزة أقولك على حاجة. البرج المؤذي لبرج الدلو هو برج السرطان. تمام. هقولك حاجة يا برج الدلو. عندك 3 شخصيات بتتعامل بيهم مع الناس. الأولى، ودي يمكن من يعني دي ممكن تكون تقريبا كده شخصيتك الحقيقية، الطيبة جدا، منطوي، غامض، آه، اللي بتحب الوحدة، لان الشخصية دي بيحكمها الضمير، عشان كده انت على طول يعني بتحب الوحدة. والقلب، لانها برغم بيحكمها الضمير والقلب، اللي لانها برغم طيبتها اذكى شخصية في الكون. تمام. التانية بقى شخصية مرحة جدا، كلامها مريح، بتحب التهريج والمرح، بس مع أقرب الناس ليها واللي هي بتعرفهم، وقريبين جدا لقلبها، واللي بترتاح معاهم. التالتة بقى شخصية قاسية جدا، ودي لما حد بيتحول من قلبه لعقله. يعني هي لما بتتحول من قلبها لعقلها بتبقى قاسية، وبتظهر كأني محدش، لأن في ناس كتير بتحاول تستغلها، عشان كده بتظهر مرة واحدة وبتقلب. ما بتحبش حد يستغل الطيبة بتاعتها أو يحاول يتكبر عليها. ودي أكتر شخصية هي بتكرهها في نفسها، لأن الناس هي اللي بتخليها تعمل كده. تمام، بيجبروها إنها تكون قاسية. تمام كده. عايزة أقول لكم برضو على حاجة تانية. انتي عايشة الفترة دي ومحتاجة مفاجأة من ربنا. لازم تكوني باردة، بلاش العصبية، علشان القولون وشعرك اللي بيقع ده والأنيميا اللي عندك يا برج الدلو. انتي حاسة انك تايهة وبقيتي تنسي كتير. عاوزاكي قوية الفترة دي، لأنها مش سهلة. انتي بتحاربي نفسك وأعدائك مع بعض. خلي بالك يا دلو، انتي عمالة تخسري في ناس بسبب العصبية. و... وكمان لازم يا دلو تعالج نفسك وتحب نفسك، لانك هتتعب قوي وهتتعب نفسيا، ان كان راجل او ست. وعلى فكرة ربنا هيكرمك الشهر ده، او هيكرمك. ودايما الدعاء، قول يا ودود، و... وكرر 21 مرة كلمة يا ودود. وإن شاء الله ربنا هيستجيب منك الدعاء، ودايما تستغفر ربنا. وبس يا دلو، وأقول لك باي باي. يا رب يكون فكرة الأبراج عجبتكم، ولو عجبتكم اكتبولي في الكومنتات. باي.